في مصر يا حبيبي وقت الجد مفيش حاجة اسمها إخواني ولا سلفي، ولا حتى واحد عاطل قاعد على القهوة بيشتكي. في مصر وقت الجد أهلها في رباط إلى يوم الدين. حتى بص. وواجب الآن على كل المصريين المخلصين أن يتناسوا اختلافاتهم وانتماءاتهم وأن يقفوا صفا واحدا مع مصر. فمصر لا تحب الاعتداء، ولكنها ترد عن شعبها أي اعتداء. مصر على مدار التاريخ كله، لا أقصد التاريخ الإسلامي بل التاريخ الإنساني كله، لم تكن مصر أبدا معتدية على أحد. واقرأوا التاريخ. ولكن مصر كانت ولا زالت صخرة من الحق تتحطم عليها كل موجات الاعتداء والظلم والطغيان. فمصر هي التي ردت همجية الهكسوس، ومصر هي التي ردت وحشية التتار والحملات الصليبية، ومصر هي التي طردت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والاحتلال الصهيوني عن أرض سيناء الحبيبة. ولا زالت مصر بفضل الله ثم برجالها الأبطال وشعبها الوفي المفضال لا زالت قادرة على الحفاظ على أمنها القومي. وفي مقدمة هذا الأمن القومي مياه النيل. وواجب الآن على كل المصريين المخلصين أن يتناسوا اختلافاتهم وانتماءاتهم وأن يقفوا صفا واحدا مع مصر مرحلة الحرجة الخطيرة. وفي أي قرار تتخذه مصر